السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. طبعا حضراتكم شفتم الانخفاضات اللي حصلت في أسعار الفراخ خلال الأيام اللي فاتت، وفعليا انخفاضات واضحة جدا ناتجة عن انخفاض الدولار الأمريكي في السوق السوداء وانخفاض شوية في أسعار الأعلاف. اطمن يا بابا كله تمام. لا يا شيخ انتوا صدقتوا ده انا اديكوا بالجزمة. الانخفاضات ديت ممكن تستمر معانا شويه كمان لقدام، لكن الشرط الاساسي واللي انا بتكلم فيه دايما مع حضراتكم، لان اسئله كتير جدا بتجي لي وتقول لي يعني انت شايف ايه الفتره اللي جايه لاسعار الفراخ. طبعا ايه يا جماعه ده احنا بنصور؟ ايوه احنا لايف يعني انا عبودت الجماهير على اساس ايه شاديه؟ والله انا بقول اللي اتقال عليك لازم ادي لك حقك. حاجه ايه كانت كسر حق. انا جبت لك حته دين فكره. يا ما جاب الغراب لامه ارزيني. في حاجه كل الناس بتطلبها مننا اول ما بتشوفنا، الفلوس اللي بتشتري كل حاجه. انتشر في اليومين الثلاثه اللي فاتوا موضوع راس الحكمه، ارض راس الحكمه اللي اتقال بقى له يومين راس الحكمه، قال لك انتوا بتبيعوا البلد. طبعا احنا مقبلين على شهر رمضان والاقبال بيزيد عليه، فالمفروض الاسعار ترتفع، لكن اقبالنا على شهر رمضان جه مع انخفاض الدولار اكتر من 23 جنيه، انخفاض مره واحده بعد لما كان عند 73 جنيه ونزل لمستويات اسفل 50 جنيه وبعدين رجع ارتفع عند 51 و52. يعني انخفاض يعتبر كبير فعليا، مش اللي هو شويه. واحنا قلنا على اثره ان المفروض اسعار الفراخ تنزل في حدود 20 او من 15 ل 20 جنيه، هو حتى الان نزلنا، بس نزلنا كام؟ نزلنا مثلا في حدود حوالي 10 جنيه للاسفل، بعد لما كان بيتباع في المزرعه فوق ال 95 و 96 جنيه نزل عند 87 جنيه حاليا للكيلو. يخرب بيتك اصطبحنا واصطبح الفول. فهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم، انا يا بابا فانكي. بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. لكن ما زلنا شايفين ان المفروض لو على الاسعار الحاليه الفراخ تنزل اكتر، لكن طبعا التجار متحوطين خايفين، مش مصدقين ان الدولار مثلا هيستمر في نزوله، حاسين ان في ارتفاع جاي، سواء جاي بعد اسبوعين بعد شهر، عشان كده هيصبروا شويه واسعار الفراخ هتلاقيها تنزل تدريجي. منه افرح يا وحيد، ارقص يا وحيد، غني يا وحيد. الجنيه 2 جنيه كل كام يوم كده، لكن برضه بحذر للمره المليون، لان احنا برضه مرينا بالمرحله ديت اكتر من مره، والمشكله ان احنا ما عندناش البيانات الكافيه اللي نقدر من خلالها نحكم على الوضع ماشي ازاي، لكن من خلال رؤيتنا للواقع الحالي ورؤيتنا ان مصر عندها التزامات كتير. يعني لما بنيجي نتكلم عن الديون بنقول لك 42 مليار دولار هنخصم منها الودائع الخليجيه قصيره الاجل اللي بتتجدد، يبقى هيوصل عندك ديون تقريبا 35 مليار دولار وجبه السداد في 2024. هيبقى ترتيبك رقم فين؟ رقم واحد. رقم واحد معروف، هو رقم واحد. رقم واحد؟ انت عديت المتسابق التاني. عديت المتسابق التاني يبقى رقم واحد. ما هي رقم واحد يعني مش التالت؟ لا بنعديت الثاني. مش الاول؟ لا الاول. مش التاني؟ لا الاول برضه. ده فوق. هو في قطر كهرباء بيطلع دخان؟ صح انت فعلا. راجل اعمى رايح يشتري نضاره شمس الممدوح، هيشرح للبياعين. انت بتيجي كيف؟ ما هو اعمى اساسا. ما هو مش النضاره مش ليه الممدوح ده، لكن برضه ماله يعرفها ازاي؟ هو ازاي ايه يعرفها ازاي؟ حاجه يدعبس بيده دعبيه. طيب